أنت حرا طليقا الآن طليق بعد انتهاء مدة حكم قضائي كان عليكم. كيف تصف هذه الحرية وبعد ساعات من الآن سوف يتم نقلك ووضعك تحت الإقامة الجبرية؟ والله لست حرا طليقا، لكن هذا يذكرني بشيء. لما اعتقلوني في هولندا استغربت من كيفية الاعتقال. أولا أخذوني إلى سرداب تحت الأرض. الشرطي اللي أمامي، طبعا كنت في قبل كانوا غطوا عيوني بنظار مطاطي لاستيكي. لما في الزنزانة فتحوا هذا تحت الأرض، الشرطي قبلي حرك دولابا صغيرا لولبا أرقام. شرطي آخر استطاع أن يفتح الباب، يعني لا يفتح الباب بالمفتاح، المفتاح لا يتحرك إلا على الرقم اللي في الجدار، فيكون 2. دخلنا الباب الأول، ثم الباب الثاني، ثم الباب الثالث، 6 أبواب بهذا الشكل. فتحوا، أدخلوني في مكان كان يشبه الصندوق فقط. حتى الزوايا ما كان زاوية حادة هكذا، كان مقوسة. وقالوا تنزع ملابسك. نزعت ملابسي، أعطوني شيئا ألبسها مثل شوال مقطوع، وضعت في رأسي دون ذراع وإلى أدنى من ركبتي. قلت جيد، على الأقل أصلي هكذا، في شيء يسترني. بقيت هناك 51 يوما ما رأيت بشرا. مرة طلبت مشط، قلت رجاء عندي مشط أريد مشط لحيتي. قالوا جيد، الآن نأتي بالمشط. فتحوا الباب 2، هم يسمونه الغوريلا، هكذا غوريلا كبار حرس. وقف 2 أمامي عبوسين، ووقف 2 خلفي عبوسين. ثم جاء الخامس قال تفضل هذا مشط. جابوا للمشط بهذا الشكل الغريب، مشطت وقلت شكرا لهولندا تفضل. 51 يوم. وعندما أخذوني إلى المحكمة إلى لاهاي، والحساب على أساس أنني بعت الهيروين في الأردن، وأنا لا شايف أردن ولا شايف هيروين. فالمحامي قال جيد، إذا كان على الهيروين لماذا لا ترسلونه إلى محكمة الهيروين؟ فلماذا هو جاي إلى هناك وبمسلحين وهليكوبتر فوقنا 3 سيارات وغيروا المكان بالطريق؟ كل هذا على أي حال بعدما قعد 4 أشهر قالوا ستصبح حرا طليقا. أتوا لي باستمارة، تفضل وقع أنت حر. وقعت حرا طليقا. خرجت إلى الممر، كوماندوس كانوا ينتظرونني. تفضل أيها الحر الطليق. والله وضعوا نظارات بلاستيكية في عيني وكبلوني على صدري، وأمسكوا أيضا كتفي ورقبتي، ووضعوني في سيارة ونحن نمشي بالليل. قلت والله هذا تمثيليات عبد الله أوجلان مرة أخرى، ربما إلى كينيا، ربما إلى غانا، ربما إلى غامبيا، المهم. فأصبحت حرا طليقا بهذه الصورة. فأنا الآن أيضا سؤالك، أنا حر طليق بهذا الشكل. خرجت من السجن بدون أي حقوق في السجن، مثل يعني إنسان لا أعرف كيف أصفه. يعني لا حصلت على إجازة، لا حصلت على 2، لا حصلت على أي شيء من الامتيازات التي يحصل عليه السجين. وقبل خروجي أصدروا قرار بالنفي، والنفي يقولون حتى لا يتصل به الناس. وهذا كلام يعني في منتهى السخافة، لأن الآن الزمن زمن انترنت، ومن يتكلم مع الصين وكوريا الشمالية والسعودية وإيران كله يتكلم وهو في فرنسا، وهو يتكلم في بيته. التكنولوجيا الحديثة تتكلم مع كل الناس. وأنا لو أكون في هذه الجزيرة ولا أكون في الشمال ولا أكون في بوركينا فاسو، هو نفس الشيء، واحد يتكلم. وأنا أتكلم مع الأكراد. نعم. فبالنسبة لهذه الحرية وكوني طليقا، لا أعتقد أنا المشكلة أنهم أنفهم أصبح أرفع من أنف نتنياهو، أرفع بمعنى أعلى من نتنياهو، ولا يريدون أن يعترفوا بأنهم أخطأوا. كيف هذا المستكبر الغربي النرويجي يقول أي والله نحن أخطأنا، وهذا الأصولي المسلح ملا كريكال كان على صواب. هذا يصعب عليهم، ولذلك تستمر اللعبة، وأنا أستمر معهم إن شاء الله للسنين المقبلة. كيف سوف تستمر؟ أستمر معهم بصبر الأنبياء.
وفي النتيجة نرى ما غلبت قوة حاكم دعوة نبي، ولا نبي فنيت دعوته بقوة الخصم. هذا فرعون وذاك الروم وهذا أبو جهل وقريش، ولكن الانتصار يكون لأهل الدين، وأنا إن شاء الله من أهل الدين. هل معركتك قانونية في البلاد؟ نعم بالتأكيد، طبعا نحن هنا نتحرك ضمن القانون، هم يلعبوا بدون قانون، لكن بالنسبة لي طبعا أنا لا أريد أن أخالف شيء من قوانينهم. يعني حتى في السجن طلبت أن أدرس كما بقية الناس يذهبون للعمل أو الدراسة، أعطوني الجواب بعد 19 شهرا، وبعد 19 شهرا وقالوا لي هذه الاستمارة توقعها، ما تدخل على كمبيوتر آخر، وما يكون عندك إنترنت، تكون في المكان المخصص، والكاميرا تحت فوق رأسي. وأنا استمرت سنة كاملة هكذا والتزمت به. حتى الطلاب أثناء الدراسة هناك محاورة في الكتاب كتمرينات بين طالبين، كنت أقول للطالب هو يأتيني وأنا ما أستطيع أن أذهب إليه، وصبرت على كلها وخرجت مرفوع الرأس موفور الكرامة بإذن الله.